أهلا بكم. وأخيرا حسم الصفقة التي كان ينتظرها كثيرا أنصار شبيبة القبائل. زين الدين بالعيد رسميا في جياسكا حسب جريدة سبورت نيوز، حيث قالت: زين الدين بالعيد رسميا اتفق مع شبيبة القبائل، التقديم سيكون في الأيام القادمة. إذا إدارة جياسكا تحسم التعاقد مع لاعب طلبه زيمباور بشكل شخصي وأصر عليه في انتظار حسم باقي الصفقات، ويتعلق الأمر بفرحات وجون تشارلز أهوا. وكذلك في أخبار نادي شبيبة القبائل حصري: جوزيف زيمباور استغرب كثيرا من مستوى بنزين، حيث جربه كذا مرة ولم يقتنع به تماما، بل أكثر من ذلك لاعب رديف بولدية الجزائر المستخدم شرير قدم مستويات أحسن منه، وهو ما استغربه كل طاقم شبيبة القبائل. في النهاية طالب زيمباور بطرده بأسرع وقت ممكن، حيث لا حاجة له به. بالنسبة لعوامري زيمباور، صباح اليوم طلب من كريم دودان منحه جواز سفره وإخراجه من الفندق. عوامري سيغادر الفندق غدا صباحا رفقة